هي موقعة بين فريقين طال غيابهما عن الأولمبياد، ولكن تبقى الجزائر أكثر تعطشا للفوز على جنوب أفريقيا وحجز مقعد في نهائي البطولة يضمن لها رحلة صيفية إلى ريو دي جانيرو. ولكن المهمة لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال أمام واحد من أكثر فرق القارة تنظيما، ما سيتطلب جهدا مضاعفا من اللاعبين الجزائريين. أكرر أننا فريق قوي وبلا شك نعرف الخصم جيدا، ولكن الأهم أن نركز على أنفسنا وألا ننشغل كثيرا بالخصم. عموما نحترم جنوب أفريقيا التي قدمت عروضا طيبة في طريقها إلى هذا الدور، والآن تقع على عاتقنا مسؤولية تقديم أداء جيد. منتخب البافانا بافانا اختتم الدور الأول بأفضل إعداد ممكن للقاء الجزائر، حيث تغلب على جارتها تونس وبدا مستوعبا لأسلوب لعب فرق شمال أفريقيا، وهو ما سيجعله يركز على سلاحي الكرة الثابتة والهجوم المرتد السريع. أعتقد أننا سنلعب هذه المباراة بطموح وحذر، خاصة على المستوى التكتيكي، فنحن نحترم المنتخب الجزائري وما حققه خلال الدور الأول، ولكن أعتقد أننا في وضعية ممتازة، وتنظيمنا الخططي كان العامل الذي ساعدنا في الوصول إلى ما نحن فيه حاليا. التوقعات تشير إلى مباراة غير مفتوحة تحكمها حسابات خططية صارمة، ما يعطي انطباعا بأن من يسجل أولا سيكون قد قطع مسافة كبيرة نحو الفوز في النهاية.